السلام عليكم حبايبي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنبدأ بقى معانا الوراك النهاردة. هنبدأ في غسلها دقيق وملح وليمون. انا جايبه لكم واحد هنا مش مغسول، بصوا ده الدم المتجلط. في ناس كتير قوي بتحسبه كبده، لا يا جماعه ده مش كبده، ده دم متجلط. لازم يتغسل، يتشال ويتغسل مكانه كويس لانه بيعمل زفاره. ايه تاني بقى بيعمل زفارة؟ بصوا تحت الجلد من هنا هتلاقوا فيه طبقة شفافة كده هلامية اهي، بصوا انا بوريها لكم. الطبقة دي برضو بتعمل زفارة، فلازم ننضفها كويس. انا نضفتهم بس سايبه لكم ورك عشان اوريه لكم. ونقع الباقي في ليمون ودقيق وملح اهي. بصوا الطبقة دي هنغسله طبعا غسلة نظيفة. ولو في اي زغبر، ايه الزغبر ده؟ اللي هو بداية الريشة، الجدر بتاع الريشة، تبقى فيه حاجات زغنططة كده، دي لازم تشيلها كويس. بعد ما نغسلها كويس هنحطها بقى في المحلول مع اخواتها ونسيبها شوية. هنسيبها شوية نص ساعة كده ونروحوا شاطفينها شطفة نضيفة، هتبقى زي الفل وهتبقى ريحتها ليمون، هيبقى ريحتها جميلة جدا. هنا اللوبيا بنغسلها وهناخدها نسلقها. صلوا على النبي بقى يا حبايبي كده، صلوا على الحبيب قلبك يطيب. احنا كده غسلنا، بنغسل في اللوبيا. هنملى ميه اهو، هنملاها ميه. هناخدها بقى ايه على النار عشان خاطر نسلقها. اللهم صل على محمد. اهي حطيناها على النار، هنسيبها تتسلق. ادي معانا بصلايه، قرن فلفل، طماطم. حط كله على بعضيه، اخلطي كله على بعضيه. حطي بقى ملحك، الفلفل اسمرك. ايه فلفل اسمر دي حلوه، فلفل اسمر، ملح، فلفل اسمر، بهارات فراخ، البهارات اللي انت عايزه تحطيها. انا عن نفسي جايبه بهارات الكبسه فظيعه وبحبها جدا، ريحتها جميله جدا وبتبقى حلوه قوي في الفراخ. هنقلب بقى كل ده مع بعضيه، ونجيب الوراك بعد ما نقعناها وشطفناها شطفه حلوه وبقت نضيفه وزي الفل، ونروح متبلينها. ايوه كده اهي، شايفين يا حبايبي هنتبلها ازاي؟ اهو. حطي بقى في الفتحه اللي انت عملتيها وتتبلي الورك من بره ومن على الجنب التاني. هتتبلي كله وهتحطيه في الفرن هيطلع زي الفل. هناخد بقى ورك ورك ون ايه ونتبله، هيبقى زي العسل. ممكن برضو طريقة تانية، ممكن تحطي كل ده في الخلاط، الطماطم مع البصل مع الفلفل، حطي فصين توم، عصرة ليمون، شوية زيت، وتضربيهم في الخلاط وتتبلي برضو بيهم مع البهارات طبعا والملح. هيبقى برضو جميل جدا وكويس جدا. اهو نتبله من فوق ومن تحت، فوق وتحت. هنخلص الوراك كلها، وبعد ما نخلص هنقفل الصينية. ممكن ما تقفليش الصينية، ممكن تحطيها على كده، وممكن تحطي الفويل وتقفليها وتستوي على البخار برضو. لو ما حطيتيش الفويل ممكن تحطي الصينية كده عادي هتستوي من غير ما تحطي ولا نقطة مية. هي كفاية عليها التتبيلة اللي انتي تبلتيها لها دي، لان الفراخ بتنزل ميتها. ادي اخر واحد اهو. رشي بقى بقية التتبيلة من فوق كده في الصينية، هتبقى ايه زي الفل. اهي شايفين؟
هناخدها بقى ايه، نغطيها بورق الفويل وناخدها بعبلها بحالها الملح ونحطها في الفرن. ايوه كده، نقفلها تقفيله حلوه زي ما قلت لكم. حتى لو مقفلناهاش حطيها زي ما هي من غير ما تقفليها برضه هتستوي، مش هتقول لا. هنا جبنا حته الزبده، هنعمل بقى ايه، شويه رز حلوين. تسيح شويه، هي الزبده طولت ليه كده يا جدعان؟ كفايه زبده. هنحط بقى شويه شعريه ونحمصهم لغايه ما يصفروا. ادي الزبده ايه ساحت معانا. نحط الشعريه وقلب بقى يا مقلب، قلب يمين وشمال واديله ادي، اديله ادي، وكله على كله، كله على كله، وما تشوفه قوله. لما تصفر الشعرية هنحط لها الرز. هنا بوريكم اللوبيا وهي بتتسلق اهي، بصوا حطينا الرز ونقعد نقلب بقى ده مع ده. الرز يشرب ميته شوية، يتشرب ميته، نقعد نقلب ده مع ده. بعد كده هنضيف له المية. بصوا، صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي. هنضيف له بقى المية. في ناس بتضيف مية سخنة، انا بمشي حالي بضيف مية باردة وكله بيستوي وكله بيبقى زي الفل. هوريهولكوا لما نخلص. هنغطي عليه ونسيبه، اول ما يشفط ميته بهدي عليه النار على الاخر. حطينا الملح، قلب بقى تاني الملح عشان الملح يدوب. قلب تاني، كفاية مية، هنقلب كمان. ايوه كده. بعد كده هنغطي عليه لغاية ما يتشرب. عندنا هنا بقى لسان عصفور، شوربة لسان عصفور. ده لازم في رمضان الشوربة دي كل يوم زي السلطة كده، لازم كل يوم شوربة وسلطة. هنحط شوية مكرونة لسان عصفور وهنشوحهم لغاية ما يبقوا دهبي. شايفين يا حبايبي؟ اهي بحط الباقي اللي في الكيسة، يلا ان شاء الله ما حد حوش. معلش يا حبايبي معلش، خلي بالكوا عشان الايام دي ايام عيا. ادي اللوبيا اتسلقت معانا وصفيناها. هنحط عليها ايه، شوية بصل، كله ني في ني. احنا قلنا الني في ني اصح اكل صحي. المسبك تقيل وبيتعب المعدة وبيعمل مشاكل فيما بعد. ادي الطماطم والبصل واللوبيا. تمام. هنحط ايه تاني، لسه هنحط حاجات كمان. حطينا حتة تومة دقينها. ادي التومة. ايه ده دخلوا التوم في عينينا ولا ايه يا جدعان، في ايه؟ هنبدأ نحط بقى الملح والفلفل الأسمر والكمون. ادي الملح اهو. ايه ده، احنا نقلنا على الشوربة فين الفلفل الأسمر والكمون وبقية البهارات يا جدعان؟ انتوا عارفين بقى. ادي الشوربة، شايفين الشوربة بقت عاملة ازاي؟ وايه دي اللوبيا بعد ما اتعملت اهي زي الفل.
شايفين؟ وادي الرز، وادي الفراخ. شايفين الفراخ بقت عامله ازاي؟ انا ما قلتلكوش بقى ان انا شلت الفويل وسبتها تاخد لون. وادي الشوربه، وعملت لهم عصير فراوله، وادي اللوبيا. والف هنا وشفا يا ولاد. تعالوا بقى افطروا معانا. كل سنه وانتم طيبين. وخلي بالكم عشان الايام دي ايام عيا زي ما قلت لكم. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد.